مزيك FM تونس. الأخبار. موجز الأخبار، أهلا بكم. الخبير الدولي في البيئة والتنمية المستدامة عادل الهنتاتي يحذر من وجود أنواع جديدة من قناديل البحر أو ما يعرف بالحريقة أكثر خطورة في السواحل التونسية. والمتحدث ذاته يضيف في تصريح لأحلى صباح على مزيك أن ارتفاع درجات حرارة البحر ساهم في قدوم أنواع جديدة من الأسماك الخطيرة على غرار سمكة الأرنب وأنواع جديدة من الحريقة وفق تعبيره. رئيس الغرفة الوطنية لصانعي الأحذية بمنظمة الأعراف خميس متاتو يصف وضعية تجار الأحذية والجلود بالكارثية بسبب وجود مشاكل في خلاص مستحقات العمل وغيرها، إلى جانب التهديدات المتمثلة في الشيكات دون رصيد وغياب دور الدولة وفق تعبيره. الحقيقة هي الوضعية كارثية بأتم معنى الكلمة، مشاكل كبيرة في الخلاصات، سكوك بدون رصيد برشا، غياب الدولة وخاصة وزارة التجارة ماهيش قايم بواجبها كما ينبغي، ما ثماش مراقبة صحيحة، سوق الموازيكلات السوق العادية، احنا شادين سنينا في الأمور القانونية ونكونوا في الفورمال، وزارة التجارة تنجم تتفقد هي الانتصاب الفوضوي ما نجمتش، تنجم كنترولي التجارة اللي على الانترنت، حتى ثم بعض المواطنين يمشيوا للوزارة يتشكيوا بدموعهم ما يلقاو ما يعملون، إلى حد الآن ما عندهمش الآليات اللازمة باش يقوموا بالكنترول اللي على الفونت اون ليني. هذا سوق الانترنت محلول يرتعوا فيه العباد كما يحبوا، والدوله غايبه. لا هي كانوا البعض اللي مربوطين بالحبل اللي عنده ماتريكول فيسكال وعنده حانوت يجيو ايامات السولد يعملوا كنترول، وكانوا الناس باش تنحي اللوم على الرواح. شغلوا في حكايه 25 27 الف موطن شغل، كنا قبل في ال 35. المؤسسات الصناعيه للاحذيه 461 اليوم اقل من 200. المؤسسات المصدره كليا قاعده تخدم شويه شويه، لكن السوق التونسيه مش موجوده. مالي سوق التونسيه ندفعوا بالاداءات للدوله التونسيه مقابله انها باش تهيئ لي ارضيه تنافسيه شريفه. اليوم ما ثماش. اليوم احنا البضاعه المعروضه في المحلات للتجاره فيها بين 55 و 56 اداءات مباشره وغير مباشره، والانتصاب الفوضوي ما يدفع حتى شيء. في أخبار العالم، اللجنة المالية العليا في ليبيا تؤكد تطلعها إلى تحييد المال العام عن الصراع السياسي القائم وضمان التوزيع العادل للموارد مع توفير ظروف ملائمة لإجراء الانتخابات. ختاما، وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا تعلن تقديم الاتحاد الأوروبي 400 ألف يورو نقدا لدعم المتضررين من عدوان الاحتلال الإسرائيلي على غزة في ماي الماضي. نهاية الموعد الإخباري قدمته لكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار على موقع راديو مزيك FM، والمشوار يتواصل مع جيهان وكامل فريق برنامج أحلى صباح.